صباح الفل يا بنات. صباح النور. عامله ايه يا هنونه؟ كويسة. عامله ايه يا جوري؟ كويسة. نقول الحمد لله. يلا مستعدين؟ احنا اخدنا حرفين بس، لسه في الاول خالص خالص خالص، صح؟ طب يلا هنكتب الاول كده مع بعض حرف الباء. يلا نكتب باء من على اليمين هنا يا هنا. خلينا على السطر عشان يبقى خطنا جميل. هي الباء عندها كم نقطة؟ واحدة. فوق ولا تحت؟ تحت. برافو. عملتي الباء يا هنا؟ واو جميلة، برافو يا جوري. نكتب الألف. يلا واقفة على السطر. برافو يا جوري، ممتازة. وريني يا هنونة. برافو يا هنونة، ممتازين جدا جدا. طب ايه رأيكم بقى نقول صوت حرف الباء؟ مش احنا خدنا صوت حرف الباء وعرفناه ولا نسينا؟ على فكرة هما لسه تاني حصة النهاردة، تاني حصة، فاحنا لسه في البداية خالص وبنأسس من الصفر. طب يلا نفتكر مع بعض حرف الباء. يلا يا هنا نسيب حطي القلم على الترابيزة. باء. ب. بي. بو. لا دي ساكنة، ساكنة مش قادرة تطلع، صح؟ طب نقول صوت حرف الألف. ممتازين، برافو عليكم. احنا كده يا جماعة قلنا صوت الحرف من غير ما نكتب ولا نلخبطهم، احنا بس للمعرفة عشان لما نيجي نكتبه بعد كده نعرف خلاص الصوت ويبقى سهل وسمعوه قبل كده. علشان الناس اللي بتقول ندي صوت الحرف هتقول لا، احنا بعد ما نخلص كل الحروف هنرجع للحروف تاني بقى بالثلاث حركات وبالسكون، وناخد حرف حرف بالكلمات بتاعته. لكن مهم قوي دلوقتي ان يعرفوا شكل الحرف كده، مجرد شكله الحرف مجرد وصوته شفوي بس. برافو عليكم يا بنات. نصحح بقى الاملاء ونبدأ في الحرف الجديد. يلا بقى يا حبايبي هناخد الحرف الجديد النهارده وهو اسمه حرف التاء. حرف الايه؟ التاء. التاء. تعال نشوف التاء بتتكتب ازاي. بصوا كده معايا، بحط القلم فوق شويه بعيد عن السطر، وهنزل شرطه صغنطوطه على السطر واشدها تاني على السطر واطلع بالايد التانيه. وعندها نقطتين. ايه الشطاره دي يا هنا؟ برافو عليكي. عندها ايه؟ نقطتين. نقطتين فوق ولا تحت يا هنونه؟ فوق. برافو. فوق ولا تحت يا جوري؟ فوق. برافو عليكم. طب هي كده التاء دي منفصله واقفه لوحدها خالص، مش بتمسك في حد، مش بتمسك في ايه؟ حد من اصحابها الحروف خالص. لو جات التاء ماسكه في حد من اصحابها هتلاقيها مادة ايديها كده. بصوا اهي، بس مادة ايديها ومجهزه نفسها علشان تمسك في الحرف اللي بعدها. تمسك في الحرف اللي ايه؟ اللي بعدها مجهزه نفسها هي كده، اسمها متصله. كده هيبقى اسمها ايه يا بنات؟ متصله او مشبوكه. متصله او ايه؟ او مشبوكه. يلا قولوا معايا. تاء. 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 تاء تمر. تاء تمر. تاء تاج. تاء تاج. طيب احنا عرفنا شكل التاء واسمها، المفروض نعرف ايه بقى؟ صوتها. هنعرف ايه يا هنا؟ يلا نقول صوت التاء مع بعض. تاء. لا قولوا بعدي. تاء. تي. تو. لا ضعيف خالص السكون ده. يلا تاني نقول صوت التاء. تاء. تي. تو. انا بعرف اقولها لوحدي. طب يلا قولي. تاء. تي. تو. ت. لا انا صغنطوطه. برافو يا هنا. سقفي لهنا يا جوري. برافو. يلا يا جوري قوليها. تاء. تي. تو. ت. برافو. سقفي لها يا هنا. برافو، اشطر بنات. يلا مع بعض بقى نكتب حرف التاء بخط جميل، ونراجع الالف والباء كمان. يلا بينا. طب يلا دلوقتي بقى قبل ما نكتب حرف التاء هنعمل نشاط جميل قوي كده كأننا هنلعب بقى. مين عايز يلعب؟
مين عايز يلعب؟ أنا. يلا نلعب مع بعض اللعبه الجميله دي. طبعا مهم جدا ان احنا نعمل انشطه نثبت بيها الحرف وفي نفس الوقت بتبقى فيها متعه بالنسبه للاولاد. هنا المفروض هنعمل ايه؟ هنحط دائره حول حرف التاء، دائره حول حرف الايه؟ تاء. واحنا قلنا التاء عنده كام نقطه؟ 2 فوق ولا تحت؟ فوق. طب احنا هندور بقى على كل تاء عندها نقطتين فوق ونعمل حواليها ايه؟ دائرة. هنعمل ايه؟ دائرة. يلا وروني كده الشطارة وانتوا شغالين، اوعوا تنسوا ولا تاء. كمان النشاط ده بيعلي الانتباه والتركيز جدا. شايفين اصلا تركيزهم عامل ازاي وهم بيدوروا. وطبعا كل مرة بنصغر كتابة شكل الحرف علشان ياخدوا وقت اكتر. لا تتخيلوا النشاط ده بيعلي الانتباه والتركيز ازاي عند الاولاد والبنات. لا تقولي لي بقى موبايلات وقاعدة على موبايلات واشعاعات داخلة، حاجات دي جميلة جدا جدا للولاد. ليه لما بنعمل الدائرة ما بنقولش اسم التاء عشان ما تزعلش مننا؟ كل ما نعمل لها دائرة نقول اسمها ايه؟ تاء. تاء. شايفين النشاط؟ شايفين الاندماج؟ دوري تاني يا جوري لحسن تكون في تاء انت ناسياها. دوري يا هنا، دوري. مفيش ولا تاء ناسياها؟ يلا دوري. كل ده انا بعلي الانتباه عندهم والتركيز. مفيش. دوري يا جوري ويكون في واحده. انا هبص معاكي، لو لقيت واحده يبقى انا اللي هكسب. لو لقيت واحده مش معمول عليها دائره انا اللي هكسب يا هنا. ركزي تاني، حطي الكراسه قدامك وركزي. طبعا في انشطه كتيره جدا بتثبت الحرف وبتعلي الانتباه والتركيز عندهم عشان موضوع النسيان الجامد اللي عند الاولاد والبنات دول. مفيش كده؟ خلصناها كلنا؟ برافو عليكم. طب انا هدور بقى وبص انا كمان. خلصنا كل التاء وعملنا عليها دائره. تمام. وطبعا كان في النشاط ده كمان عملناه اللي هو هنوصل منها مراجعه الحروف اللي قبل كده واكمل كمان. هنكمل. بس هنا لما اجي اوصل بقى ما اخليش الطفل يقعد يوصل الحاجات اللي شبه بعض وبس، لا اقول له دي الالف، فين الالف اللي زيها؟ انا ثبتت الايه؟ المعلومه. دي الباء، فين الباء اللي زيها؟ مش موضوع انتوا لو سبتوا دي في دقيقه هيوصلوها، لكن احنا يبقى الاستفاده اعلى لما اقعد اقول له اسم الحرف وهو بيوصل. دي التاء، التاء اللي عندها نقطتين، فين التاء اللي زيها؟ ويوصل. تمام. وبعدين النشاط ده حلو جدا، وكمان هبقى اوريكم انشطه تانية بتثبت الحروف وفي نفس الوقت بتعلي التركيز عند الاولاد والبنات. يلا يا بنات. وريني يا جوري هتكتبيها ازاي. انزلي تحت شويه يا جوري، تحت شويه. تمام. برافو. نحط الايه؟ النقطتين. ممتازه، برافو عليك. وريني هنا كده التاء بتاعتك. برافو عليكي. خليكي مظبوطه على السطر اكتر. شطوره. برافو. طبعا بناخد بالنا جدا وخصوصا ان هم ما شاء الله سنهم كبير ان هم يلتزموا بالخط والكتابه على السطر. ليه مش بنقول اسم الحرف واحنا بنكتب؟ اسمه ايه يا هنا؟ بس اللي انت قلتيه ده صوته مش اسمه. احنا عايزين اسمه. اسمه ايه؟ برافو. اسمه ايه؟ اسمه ايه يا هنا؟ تاء. ده اسمه، لكن صوته برافو عليك اللي انت قلتيه الجميل ده. لا نشيل القلم من بقنا. برافو عليكي يا هنا. صوته تا تي تو. يلا نكتب، نكمل ونقول تاء واحنا بنكتب. تاء. تاء. كده ببساطة خالص التأسيس في الأول لحد ما نخلص الحروف. وطبعا تبع قدرة الطفل. يعني أنا النهاردة هديهم كمان الثاء لأن ما شاء الله هم إلى حد ما عارفينها. اكتبي بقى التاء المتصلة اللي مادة إيديها مشبوكة. يلا يا جو. تاء برضه متصلة مادة إيديها، ده الشكل التاني بتاعها. شفتوا بقى اسمها ايه؟ لان هي تحست ان الشكل مختلف. بس مهم قوي ان احنا نعرفهم شكل الحرف هو منفصل وهو متصل. المفروض كمان كنت اكتب لهم التاء في وسط الكلمه بس ما رضيتش، بس عشان ما يتلخبطوش نخليها لما بنيجي ناخد اصوات الحروف بقى. خليك على السطر يا هنا، دي وقعت من على السطر.
دي وقعت منك من على السطر، تخليهاش تقع تاني. نقطة كمان. فطبعا قدرة الطفل اعلي بيه، اعلي مع الطفل كل ما كانت قدراته كويسة. انا حاسة ان التاء خلاص عرفوها، لازم النهاردة في نفس الحصة هديهم الثاء، الحروف المتشابهة ويعرفوا اسمها وصوتها. الحصة اللي بعديها وانا بملي هقدر اكتشف ايه الحرف الثابت وايه الحرف اللي لسه مش ثابت. والصوت الحرف زي ما انتوا شفتوا كده وسمعتوا ان صوت الحرف بيبقى شفوي بس في البداية. بعد كده هنبدأ نكتبها. مجرد ما بحط لهم العلامات الفتحة والكسرة والضمة بيعرفوها تلقائي. ليه؟ علشان احنا عملنا الحركات بايدينا. قولي لي يا جوري كده الفتحة بنعمل ايه؟ قولي تاني تاء. بص خليكي ايديكي كده يا جوري، خليها ايديكي كده شوية يا جوري. استني بصوا كده يا جماعة، حركة الفتحة فوق، يعني لما انا هكتب لها التاء بعد كده عليها شرطة من فوق تلقائي هي تقول لي تاء. طيب والكسرة اللي تحت حرف تي تلقائي. الضمه بضم ايدي تو، مجرد ما هحط لها الضمه اساسا بعد كده هتقوم قايلها تو. والسكون المدور تا. فحركه الايدين والاشاره بتاعت كل حركه دي بتسهل عليهم فهم الحركات، مش حفظه بس. انا بفهم يعني انا بعد كده اصلا هم لسه ما خدوش السين ولا الشين ولا اي بقيه الحروف. مجرد ما ادخل في حرفين كمان 3، برافو يا حبيبتي جميل جدا. مجرد ما ادخل في حرفين 3 كمان هم كده هيقولوا الحرف صوته تلقائي لوحدهم من غير ما انا اقوله لهم مره كمان. ليه؟ لانهم فهموا الفتحه بفتح بقي، الكسره بكسر الحرف، الضمه بضم بقي، والسكون ساكن ما بيتحركش. اشتغلوا مع الولاد بنفس الطريقه دي، وحرفين لو هم عندهم قدره. لو الطفل لسه في البدايه وصغير بندي حرفين او اقصى حاجه 3 حروف في الاسبوع، 3 حروف في الاسبوع. وقبل ما ادي الحرف الجديد لازم بملي الحروف القديمه. ادي التاء. طبعا انا هبدا بقى نعلق شويه طبعا لازم تحفزي الطفل وتحببيه وتحسسيه انه انجز وتحسسيه ان هو بطل. لكن مثلا هنشوف حاجه زي كده، دي النقطه ما ينفعش تتعمل بالطريقه دي، هعدلها معاها دلوقتي. تمام. كمان سنة التاء طويلة قوي، لسه برضو هقول لها عليها دلوقتي. وهنا عند هنا برضو شوية حاجات، يعني بصوا هي واقعة من على السطر، دي جميلة، دي واقعة من على السطر. نلفت نظرهم بطريقة جميلة وبطريقة لذيذة وبطريقة تحببهم في المذاكرة. مين بيحب المذاكرة؟ أنا. ايه ده؟ انتوا كده بنات شاطرين وبتحبوا المذاكرة وهتبقوا شاطرين جدا، والميس بتاعتكم في الفصل هتبقى مبسوطة منكم. برافو عليكم. مين بيتعب ماما في البيت؟ بنتعب ماما في البيت واحنا بنذاكر؟ لا، شاطرين يعني بنسمع كلام ماما. برافو عليكم، عشان كده انتوا جايين شاطرين وتمليتوا حلو جدا. يلا نكمل وقولوا لاصحابكم باي باي. باي. قولوا لهم بقى يعملوا لكم لايك على الفيديو. هم يعملوا لكم ايه؟ لايك. تاني قولوا لهم يا هنا. لايك. هقول يا هنا. عايزه ايه يا هنا؟ لايك. وانت يا جوري يعملوا لك ايه؟ لايك. اوكي ماشي، يلا باي باي.